نفس البيانات، نفس الأرقام، في نفس الشركة، بس مرة حطيناها في باي تشارت فالإدارة قالت واضح إن القناة دي واخدة حصة كويسة، ولما حطيناها في بار تشارت نفس الإدارة قالت استنوا الفرق بين القنوات مش صغير، لكن لما حطيناها في لاين تشارت قالوا المشكلة بدأت من شهر مايو. نفس البيانات بس 3 رسومات مختلفة طلعت ب3 طرق تفكير و3 قرارات مختلفة تماما. ده معناه إن الرسم البياني مش مجرد شكله بس، الرسم البياني ده عدسة، والعدسة لو غلط مش بس الصورة بتبقى وحشة، المعنى نفسه بيتغير وممكن تلبس شكل يخليك تاخد قرار وعكسه في نفس الوقت. المشكلة بقى إن التشارت الغلط مش بيبقى شكله غلط أصلا، أحيانا بيبقى شكله حلو متناسق وألوانه لطيفة، بس الغلط إنه بيعلم عينك تسأل السؤال الغلط. الرسم الصح مش اللي بيخلي البيانات أجمل، الرسم الصح هو اللي بيخلي السؤال أسهل. تعال نمشي واحدة واحدة. لو عندك شركة بتبيع من 5 قنوات، الموقع، الفروع، الموزعين، السوشيال ميديا وتطبيق الموبايل، لو حطيت المبيعات دي في باي تشارت عينك هتشوف دايرة متقسمة ألوان، وده مفيد لو عايز تعرف القناة دي بتمثل كام في المية من الإجمالي. لكن لو عايز تقارن وتعرف أي قناة أفضل من التانية، الباي تشارت هنا هيبدأ يجيب عرق من كل حتة. عين البشر مش أحسن حاجة في مقارنة الزوايا القريبة من بعض. لو عندك شريحة 23% وشريحة 25% عينك هتقولك كلهم شبه بعض يا عم ولا أي مشكلة، وهنا الباي تشارت بيتحول لطبق سلطة ألوان. لكن لو نقلت نفس الأرقام في بار تشارت فجأة المقارنة بتبقى أسهل بكتير، لأن الأعمدة جنب بعض والفرق ظاهر والترتيب واضح. الباي قالك شوف أجزاء من كل، والبار قالك قارن بين فئات. بس خلي بالك البار مش سحر، لو الأعمدة كترت عن اللزوم الصفحة بتتحول لغابة مليانة خشب والعين بتتشتت. اختيار الرسم هو اختيار السؤال مش اختيار شكل بالذوق ورفاهية. طيب لو عندك أسماء مدن محافظات، أول إغراء بيقع فيه المصمم إنه يجري يحط خريطة ويلون المحافظات. خريطة ليها هيبة في التقرير والناس بتحس إن الكلام بقى استراتيجي، بس الخريطة مش ديكور جغرافي، خريطة بتكون مفيدة بس لو المكان أو القرب الجغرافي والمسافة من مخازن جزء من السبب أو القرار. لكن لو سؤالك البسيط هو أي مدينة مبيعاتها أعلى، الخريطة هنا هتخدعك، لأن المناطق الكبيرة في المساحة جغرافيا بتبان مهمة لعينك حتى لو قيمتها المالية صغيرة جدا، والمناطق الصغيرة اللي بتجيب ملايين بتختفي في المساحة. في اللحظة دي الخريطة بتبقى عاملة زي واحد جاي الفرح ببدلة شيك جدا بس مش معزوم، وجوده ملفت بس ملوش لازمة وبيرمي القارئ في اتجاه غلط. ونفس الكلام بينطبق على التيبل أو الجدول المسكين. في عالم التصميم ناس كتير بتتعامل مع الجدول كأنه فشل بصري ولازم نستبدله بأي شارت عشان نبقى مودرن، بس الحقيقة الجدول مش فشل، الجدول أداة ممتازة لما القارئ يحتاج رقم دقيق للمراجعة والمحاسبة. التشبيه هنا بسيط، في المطبخ السكينة مش أحسن من المعلقة، السؤال انت بتقطع ولا بتشرب شوربه؟ الرسم البياني بيديك الانطباع والنمط، بس الجدول بيديك الاثبات والتفاصيل. اخطر فخ ممكن تقع فيه وانت بترسم البيانات هو انك تلمح خطين طالعين مع بعض على اللاين تشارت زي الانفاق الاعلاني والمبيعات، فالدماغ تجري وتقول لك ده بسبب ده. الرسوم بتكشف نمط او ارتباط بس مش بتثبت سبب لوحدها، ممكن الخطين طالعين مع بعض لمجرد اننا في موسم زي رمضان او الصيف، او لان في منافس خرج من السوق. الرسم البياني الجميل ممكن يخلي الصدفة كأنها استراتيجية، والاستنتاج المتسرع لما يبقى بشكل تشارت حلو يبقى خطر جدا لأنه بيبان عقلاني. عشان كده لما تحتار بين الرسومات المرة الجاية ما تبدأش بسؤال أنهي شكل أحلى، ابدأ بالامتحان ده واسأل نفسك 3 أسئلة. إيه هي المهمة المعرفية اللي القارئ داخل يعملها؟ هل الرسم ده بيكشف الحقيقة ولا بيخليها لابسة لبس مريح شوية وبيجمل الوهم؟ هل أنا بختار التشارت ده عشان بيخدم السؤال ولا عشان يملى فراغ في الصفحة؟ الأدوات والقوالب موجودة في كل مكان على فيجما وبنترست، بس الشطارة الحقيقية إنك ما تخليش الشارت يشتغل ضد القارئ ويحوله لمترجم ألوان. اختيار الرسم هو اختيار طريقة التفكير اللي بتصنع القرار، وأي شارت مش بيوضح السؤال وبيصعب الخطأ فهو مجرد ديكور لقرار لسه ما نضجش. شاركوني في الكومنتات ايه اغرب قرار او استنتاج مضحك شفتوه في اجتماع بسبب اختيار شارت غلط. ما تنسوش تتابعوا الحلقات الجاية عشان نهندس الفهم سوا. اشوفكم على خير.